فانزاتي وحشتوني قوي. النهارده جبت لكم بطاطس، الناس اللي بتحب تخزن البطاطس وفي وقت بيبقى البطاطس رخيصه قوي فيه. بص هنخزنها وهتطلع مقرمشه وهتطلع جميله. التتبيله بقى اللي الناس بنعشقها بره وبنحبها قوي على البطاطس، هوريكم بتتعمل ازاي. في حته تالته البطاطس دي بعد ما طلعت من الفريزر واتقلت، بصوا شكلها عامل ازاي، ما غمقتش، شربتش زيت كتير، بتقرمش معانا، والله بتقرمش وقرمشتها جميله جدا. هتعجبكم الناس اللي بتحب تخزن البطاطس، اللي عندها اطفال ومش عايزه تعمل مواد حافظه. قطعنا البطاطس في اشكال للتقطيع، بصوا انا مقطعاها عامله ازاي. حطينا حبه ملح وفلفل وخلينا الميه غلت، نزلنا فيها البطاطس بالشكل ده. طلعنا البطاطس في طبق، بصوا بالطريقه دي. احنا خليناها بس خدت ايه، اللي هي نزلناها في الميه وطلعناها على طول عشان بنبتدي بقى نخزن. خلاص احنا دي عشان تتخزن تمام. طلع كل كميه البطاطس معانا. بصوا هنا بعد ما شلتها في الفريزر، بصوا القمر. طبعا بتخزنوها في اي اكياس، انا خزنتها في كيس عادي. هنا البطاطس بصوا ماسكه في بعض ازاي، متلجه، باين قوي منظر التلج بتاعها اهو. اغمقتش، جميله حلوه. هي نص سوا. انا كمان نزلتها في الزيت وطلعتها على طول، بعد كده حطيتها في الاكياس وشلتها في الفريزر. حلوه وسهله، الناس اللي عندها اطفال مش عايزه تاكلهم اي مواد حافظه خالص. وهنا حطينا زيت وبننزل بالبطاطس عشان نشوف القمر اللي احنا عملناه. حلوه قوي، الناس اللي بتعشق البطاطس. في نفس الوقت هي نص سوا، فمش هتاخد مننا وقت اصلا، وهتبقى سهله، ولا هنقشر ولا هنقطع ولا هنعمل الكلام ده كله في وقت. متنسوش البطاطس بتبقى رخيصه فيه جدا فنقدر نخزنها. بصوا بقى القمر، حلوه ومقرمشه وجميله ومش شاربه زيت. جربوا الطريقه هتعجبكم قوي. عملنا التتبيله اللي هي بتاعت الملح والفلفل وماجي وبصل بودر، توم بودر. جربوها هتعجبكم.